الصلاة والسلام. وبعدها صارت معركة صفين. معركة صفين صارت بين الإمام علي عليه السلام وبين معاوية والجيش مالته. اللي ما يعرف منه معاوية هو من الشخصيات اللي كانت تعادي الإمام علي عليه السلام وكان يبغضه بشكل ما ينوصف. فصارت معركة بينه وبين الإمام علي عليه السلام اللي هي اسمها معركة صفين، وصارت بمدينة اسمها صفين. لهذا السبب سموها معركة صفين. وفعلا انتصر جيش الإمام علي عليه السلام بهاي المعركة، بس للأسف استشهد بهاي المعركة عمار بن ياسر. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار بن ياسر: يا عمار ستقتلك الفئة الباغية. معاوية وجيشه هم الفئة الباغية. بعدها صارت معركة النهروان، وهاي معركة النهروان صارت بالعراق بمدينة النهروان بين جيش الإمام علي عليه السلام وبين مجموعة يسموهم الخوارج.